حياتك ما تزعلش من واحد مش فاهم. صح. ان انا اقول ده كلاينت، ده توب في اي بي كلاينت. مم. الكلاينت ده يعني شريك استراتيجي معايا. مم. تتقلب لكلمة زبون، لا لغوياتي ولا ثقافتي ولا احترافيتي. حلو. فبصراحة يعني كابتن أحمد شوبير بعت له الحاجات والراجل يعني بكل قوة وبوضوح وبدون مواربة. مم. قال لي يا جماعة حصل كذا 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 وبعتذر حقيقة. لأيمن الشريعة. مم. على فكرة أنت لو انتقدتني في مرة هرفع سماعة التليفون عليك واتكلم معاك واقول لك واشرح لك. الشطارة كده، الشطارة مم. قبل الاحترام. الإعلام القدير كابتن أحمد شوبير طلع في الراديو وهاجم أيمن الشريعي على تصريح اللي هو كان عنوان سوشيال ميديا، كنت في أحد البرامج، اللي هو الأهلي زبون سقع، وهاجمك. وتاني يوم في البرنامج بتاعه طلع اعتذار ليك. شايف ازاي حد بحجم كابتن أحمد شوبير يقول خبر يعتبر مضروب أو ما يسمعش الفيديو وفي نفس الوقت يعتذر لك، وانت كرئيس نادي مش لزمالك او اسماعيلي او مصر، هو نادي جماهيري؟ شفت دي ازاي؟ شايفه احترافية احترافيه. طبعا. مم. الراجل نقل خبر جاله بطريقة غلط، وهو يعني بطريقة ما شافش الدنيا، يعني ما تابعش الموضوع مظبوط. تمام. والراجل بكل قوة وبكل صراحة وستريت فورورد مم. اعتذر اعتذار واضح. كنت زعلان منه في الاول جدا جدا جدا. جدا، زعلان من كذا. يعني طبعا كابتن احمد شوبير كنت زعلان منه جدا، لان كابتن احمد شوبير يعني في ناس بتتكلم انا ما بعيرهاش اهتمام. اه. يعني عادي. تاريخهم وحاجاتهم يعني مش فارق بالنسبه لك. يعني ما بدلهمش قيمة. مم. كابتن احمد شوبير لا، كابتن احمد شوبير قيمة. اكيد طبعا. آه، اتفاجئت لما قال كده. مم. وفي الحقيقة انا كمان بعت له. بعت له. طبعا قلت له ايه؟ بعت له الفيديو. قلت له فيديو. طبعا رد كلمت عليك؟ الميديا عندي بعت له الفيديو. لا ما ردش عليا خالص، ورد عليا عملي. رد عليك عملي. عملي هو في البرنامج في بتاعه. البرنامج راح نازل وقال لي يا جماعه، لان بصراحه يعني انا كنت بتكلم على الاهلي بحاجه يعني احترام جدا. لا مش محترمه، ده كمان ده محترمه باحترافيه، ودي قيمه الاهلي. صح. ان انا اقول ده كلاينت، ده توب في اي بي كلاينت. مم. الكلاينت ده يعني شريك استراتيجي معايا. مم. تتقلب لكلمة زبون، لا لغوياتي ولا ثقافتي ولا احترافيتي. حلو. فبصراحة يعني كابتن أحمد شوبير بعت له الحاجات والراجل يعني بكل قوة وبوضوح وبدون مواربة. مم. قال لي يا جماعة حصل كذا 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 وبعتذر حقيقة. لأيمن الشريعة. كلمك بعدها؟ وكلمني بعدها، وده من احترافيته الزيادة. دي حقيقة. قال بأمانة لك ايه؟ كلمني قال لي أنا بأكد اعتذاري، وأنا قلت له يا كابتن أحمد، وبالمناسبة يعني مجرد ما عمل كده مم. الموضوع خلص، اكيد طبعا. وبعتز بيه جدا. مم. يعني الفكره دي يعني في اكتر من شخصيه اتكلموا على الموضوع ده. اه. وبالمناسبه اعتذروا، بس ما كانش اعتذار زي الاعتذار بتاع كابتن احمد. رجعوا تاني برضو يعني يعلوا على الكلام. لا بيعلقوا على الكلام. بص يا حامد، في حياتك ما تزعلش من واحد مش فاهم. صح. عايز اقول لك على حاجه. في المدرسه زمان مم. كان التلميذ الفاشل مم. بيقف لمدرس الكيمستري ولا الفيزيكس، بيقول لك ده مش فاهم. مم. الفاشل بيعمل كده. الفاشل يخش على المحترف ويضربه بالطوب. صح. فانت تنبسط. مم. تزعل من حاجه واحده بس، ازعل لما حد يبقى بيفهم ومحترف يقول عليا كلمه سلبيه. مم. حامل وجدي. مم. على فكره انت لو انتقدتني في مره
هرفع سماعه التليفون عليك واتكلم معاك واقول لك واشرح لك. آه، الشطاره كده، الشطاره مم. قبل الاحترام. لما اكيد. تلاقي حد شاطر بيتكلم، لا شوف يا عم ممكن يكون هو. دي وجهة نظر. وعلى فكره واشرح لك وجهه نظري مم. ودي ونتناقش شجاعة فيها. منك. طبعا نتناقش. مم. انا ياما ناس هاجمتني، مم. ده انا هجموني هجوم يعني لغايه يعني عايز اقول لك مثلا ايه. ايه يعني اكتر هجوم مضايقك؟ لا بص انا يعني بصراحه يعني انا مش بتضايق من الهجوم الشخصي ده، اه. لان الكوره فيها كده. كرة فيها كده. الكوره دايما الكوره مادام عملت حاجه ضد رغبه اللي قدامك، مم. خصوصا لما يبقى نادي مثلا جماهيري. جماهيري، مم. يا دنيا بتولع وبتعمل. بس خلي بالك طول عمري اجراءاتي، انا راجل بتاع اجراءات، مم. فاجراءاتي تبقى سليمه. فبنسيبهم بقى يعني يتكلموا كده زي ما اتكلمنا في قصه 2003 و... وحسام عرفات. يعني في كذا حاجه هنيجي على اتعمل، حسام في عرفات. حاجات اتعملت على 2003 اللي هاجموني والاهلي على فكره، حتى اللي في الاهلي. اه. يعني انا فاكر يعني قعدت اتكلمت مع حبايبي يعني في وليد سليمان ومحمد شوقي، ناس جميل، ناس فاضل اللي ماسكين 2003، دول ولاد مزور. اه. وهفضل اقول ولاد مزور، ماليش دعوه بالبطوله، خد البطوله. مم. مش بتتكلم في البطولة، انت بتتكلم في الولد المبدأ. مزور. مم. وكلام ايمن الشريعي صح. دي حقيقة، انت جبت مش عايز، البطاقة لا لا وجبت خلاص. القيد العائلي وجبت كل يعني حاجة. مش عايز بقى، اه. يعني مش عايز يطلع اعلامي كده ما. لا والكلام ده غلط، مفيش عيب بقى، مم. مفيش كلام ده. خد البطوله، خد البطوله، مش فارق معايا. مش فارق معاك. اه بس كلامي صح، مم. منظومتك غلط براحتك، انا مم. مش فيها.